تخيل إن جسمك بيملك زرار طوارئ سري ما بيشتغلش طول السنة إلا لما الساعة بتدق 12 وإنت صايم. في اللحظة دي بيحصل جوه جسمك سر مش مفهوم، حالة من السكون الغريب بتسكن خلايا عصبك، كأنك بتفصل الفيشة عن ضريج العالم. العلماء اكتشفوا إن الجوع مش مجرد حرمان، ده عملية إعادة ضبط مصنع لوعيك بالكامل. نور خفي بيبدأ ينور في مراكز عميقة في عقلك ما بيشتغلش إلا في ظروف الصيام دي. السؤال الصادم هنا، هل الصيام بيضعف جسمك فعلا ولا بيحرر قدراتك المخفية اللي الأكل كان كاتم أنفاسها؟ النهاردة في دهشة وحياة هنكشف لغز الساعة ال 12 وإيه اللي بيحصل لما عقلك الباطن بيستلم القيادة. بعد مرور 12 ساعة من الامتناع، جسمك بيدخل في حالة طوارئ قصوى بيسموها العلماء الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي. دي عملية تنظيف مش تبعك ولا بيتحكم فيها وعيك. الخلايا بتبدأ تاكل نفسها، بس بتاكل الأجزاء البايظة والبروتينات التالفة اللي تراكمت لسه من سنين. بيصلحها الجسم لنفسه كأن جواك جيش من المكانس الكهربائية الذكية. الإحصائيات بتقول إن العملية دي بتعمل حماية للمخ من أمراض زي الزهايمر، وبتشيل الصدأ من على تروس حياتك. انت مش بتجوع كده وخلاص، انت بتعمل ديتوكس كوني لجسمك. لما المخ بيحس إن مخازن السكر فضيت، بيبدأ يدور على بديل ذكي للطاقة، بيفتح بوابات لتفكير جديد ومختلف. لما بتقرب من ال 12 ساعة صيام، بيبدأ المخ يفرز بروتين غريب اسمه سماد الدماغ، لأنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بشكل مش مسبوق. سبحان الله، الصيام اللي بيبان إنه بيضعف الجسم هو فعلا بيقوي العقل وبيزود نسبة اليقظة. انت في اللحظات دي بتكون في قمة صفائك الذهني، وبتبدأ تتواصل مع معلومات ومشاعر بتكون مدفونة تحت ضغوط الهضم المستمر طول اليوم. اهي دي اللحظة اللي بيكشف لك فيها الجوع مفاتيح نفسك الحقيقية. عقلك بيبدأ يبني خلايا عصبية جديدة بتخليك أذكى وأسرع في رد الفعل، كأنك بتعمل تحديث لنظام التشغيل بتاعك وانت مش حاسس. علم النفس بيقول إن الإنسان لما بيفقد السيطرة على احتياجاته الأساسية، بيبدأ عقله الباطن يدور على مصدر أمان ما ورائي. التوتر اللي كنت بتحس بيه بيتحول في الساعة ال 12 لحالة من الخضوع الجميل لقوة أعظم. العلماء لاحظوا إن المخ بيبدأ يفرز هرمونات مسكنة طبيعية عشان يحمي الجسد من الإجهاد. دي سكينة إجبارية بتخلي عقلك مستريح وجاهز لتلقي إشارات السماء بوعي مختلف. ما بتحسش بالصداع اللي كان موجود الصبح، بالعكس بتحس إن روحك بقت خفيفة وعقلك بقى هادي. الحالة دي بتخليك تشوف مشاكلك بمنظور صغير جدا، وتحس إن كل حاجة هيفضل ليها حل مهما كانت صعبة. مع اكتمال 12 ساعة صيام، بيبدأ الجسد يتحول لحالة بيسموها الوعي الفائق. حواسك بتبقى حادة والرؤية بتبقى أوضح بكتير، لأن عقلك بيبدأ يركز في الجوهر بعد ما تحرر من تفاهة الروتين والانشغال بالأكل. العلماء لقوا إن الناس في اللحظات دي بتكون أكتر قدرة على الإبداع وحل المشكلات المعقدة اللي ما حصلش إنهم حلوها وهم شبعانين. أنت مش بس بتصوم عن الأكل، أنت بتصوم عن التشتت، وبتبدأ تشوف حقيقتك في مراية الصدق والهدوء. حالة الشفافية دي بتخليك تلقط تفاصيل صغيرة في كلام الناس وحركاتهم ما كنتش بتاخد بالك منها وانت مش صايم، كأن عقلك بقى رادار بيرصد كل حاجة. في عالم الماورائيات بيقولوا إن الجوع بيقلل كثافة الجسد المادي وبيزود شفافية الروح. الترددات الكهربائية للمخ بتتغير في الساعة الأخيرة قبل الإفطار، وبتدخل في موجات ألفا هادية جدا. دي الموجات اللي بتخلي الإنسان في حالة اتصال مباشر مع الكون. انت فعلا بتبقى كشاف نور لما عقلك بيبدأ يتخلى عن هم الرزق وبيتعلق بمصدر الرزق نفسه. الرحلة دي بتحول ال 12 ساعة من مجرد مجهود بدني لمعجزة روحانية حقيقية. العلماء بيقولوا إن الهالة اللي حوالين الإنسان بتتغير وبتبقى أكثر نقاء. مهما كانت ضغوط اليوم، انت بتبقى جوه درع نوراني بيحميك من الطاقات السلبية اللي ممكن تقابلها بره. مع اقتراب أذان المغرب بيبدأ هرمون التوتر الكورتيزول ينزل لمستويات منخفضة جدا بعد ما كان في قمته. الجسم بيبدأ يستعد لحالة الاحتفال بعد الانتصار في المعركة الروحية دي. العلماء بيقولوا إن اللحظات دي بتكون مثالية لبرمجة عقلك الباطن على أهداف جديدة، لأن المقاومة النفسية بتكون في أضعف حالتها. لما بتدعي في اللحظات دي، انت مش بس بتقول كلام،
انت بترسل ذبذبات احتياج لخالق الكون في وقت عقلك فيه صافي تماما. واضح جدا ان الصيام مش مجرد طقس، ده أداة جبارة لإعادة تشكيل واقعك من جواك. بيتقال إن دعوة الصائم مسموعة لأقصى درجة لأنها بتخرج من قلب متحرر من قيود المادة. العلماء دايما بيسألوا ليه صيام رمضان بيختلف عن أي صيام متقطع تاني؟ السر كله في برمجة النية اللي بتبدأ من وقت السحور. لما بتدي لعقلك أمر صريح بإني صائم، أنت بتقفل مسارات الجوع النفسي وبتفتح مسارات الصبر. المخ بيبدأ يتعامل مع الجوع كمهمة مقدسة مش كأحرمان مفاجئ، وده بيفرق تماما في كيمياء الدماغ. ما بتحسش بأي ضعف، بالعكس بتحس إنك بقيت أقوى. الجسم بيبدأ يخزن طاقة معينة مش بس من الأكل اللي أكلته، لكن من الهدوء النفسي اللي بتعيشه. دي الظاهرة اللي بتخلي صيام رمضان سهل مهما كان الجو حر أو الساعات طويلة، لأن عقلك الباطن اتصالح مع القوانين الجديدة. بمجرد ما بتشرب مية وتاكل أول تمرة بيحصل انفجار سعادة في المخ، لما هرمون الدوبامين بيوصل لمستويات خرافية. دي مش بس لذة أكل، دي لذة إنجاز اتبرمجت عليها لمدة 12 ساعة. الصيام بيعلم عقلك الامتنان، وده أقوى علاج للاكتئاب والقلق في العصر الحديث. انت بترجع للطبيعة وبتعرف قيمة أبسط الأشياء اللي كنت بتعتبرها واضحة ومضمونة. الحل العملي هو إنك تستمر في حالة الهدوء دي حتى بعد ما تفطر. ما تسمحش للأكل إنه يرجعك تاني للخمول والتشتت. حاول تحافظ على جزء من صفاء ل 12 ساعة طول ليلك. اتعرض للمناقشة مع نفسك في هدوء، وشوف إيه الأفكار الجديدة اللي جاتلك، ولازم تفرض احترامها. في النهاية لازم تعرف إن صيامك مش مجرد تعب، هو ترقية لكل خلية في جسمك وتنظيف لكل زاوية في روحك. لما تقرب ال 12 ساعة افتكر إنك في قمة قوتك النفسية مش في قمة ضعفك. استغل اللحظات دي في التأمل، وافهم إن السر كله موجود جواك مش براك. لو حسيت إن حلقة النهاردة غيرت نظرتك للصيام، شاركها مع أي حد بتحبه وعرفه اللغز ال 12 ساعة. ناس كتير ما بيعرفوش قيمة اللحظات دي غير اللي جربوها بوعي. ما تنساش تشترك في قناة دهشة وحياة وتفعل الجرس. ما عندكش حجة بعد كده إنك ما تحققش صفائك الذهني. صيام مقبول وإفطار شهي. سلام.